زيارات النعمة. مفيش انسان ما بتجلوش زيارات النعمة في حياته. في وقت من الاوقات تحس انك انت عايز تمشي مع ربنا، او في وقت من الاوقات تلاقي انك متأثر بقراءة معينة، متأثر بعظة معينة، متأثر بآية معينة، تلاقي قلبك ملتهب فيك من حيث لا تدري. دي يسموها زيارة نعمة. تلاقيه غاوي تغير حياتك، غاوي تتوب، غاوي تسيب اللي انت فيه، غاوي تتحول الى افضل. كل دي يسموها زيارات النعمة. جايز زيارات النعمة تجيلك من جوه في قلبك في فكرك، وجايز تجيلك عن طريق حد يفوت عليك يقول لك كلمتين تتأثر بهم جدا، او حادثة تحصل امامك تتأثر بها جدا وتكون زيارة نعمة بالنسبة لك، او اجتماع تحضره تتأثر بيه، او قداس تحضره تتأثر بيه، او مناسبة معينة. المهم انك انت تنتهز زيارات النعمة دي وتستفيد بيها. جايز الصوم، فترة الصوم تكون زيارة من زيارات النعمة عشان تتأثر بيها. المهم انك انت تتأثر. في ساعات انسان يتأثر تأثر طارئ ويروح منه بسرعة، في ساعات انسان يتأثر ويعمق هذا التأثر في قلبه فيستمر معه مدة ويخليه يعمل عمل.